الو. احمد السيد، الف مبروك يا احمد. يا كابتن، انا طه اسماعيل بكلمك. ازيك ازي حضرتك يا كابتن؟ الله يخليك يا حبيبي. وتحياتي للكابتن الكبير كابتن مدحت شلبي وحبيبي الكابتن ابراهيم يوسف. مبروك يا ابو حميد، مبروك يا حبيبي، الف الله يبارك في مبروك. حضرتك يا الف كابتن. ربنا مبروك يا يكرمك. احمد، واداء عظيم، ورجعت لمكانك منذ فتره، وهذا هو عهدنا بيك. الحمد لله، ده فضل من ربنا. من مدافعي الوسط الصلبين الممتازين جدا، ده طبعا وظاهر بمظهر جيد الشهاده جدا في حضرتك دي المباريات طبعا السابقه كبيره جدا. وفي كل المباريات. الف مبروك ببطوله الدوري، وعقبال مباراه الاتحاد الليبي ان شاء الله لما نتجاوزها الحمد باذن لله. الله تعالى. النهارده يمكن بشكر ربنا طبعا على الفوز النهارده وحسمنا بطوله الدوري قبل النهايه ب3 اسابيع. ان السنه دي كان في صعوبات كثيره ما بين ايقافات واصابات وانتقادات كثيره للجهاز الفني وللدفاع. الحمد لله طبعا قدرنا بخبرتنا الحمد لله نحسم البطوله الحمد لله. مبروك يا ابو ألف حميد، مبروك يا وان شاء الله اهم حاجه بالنسبه لنا ماتش الاتحاد الليبي ده حياه او موت يا احمد. لا طبعا ان شاء الله احنا ان شاء الله هنبدا بعدها ان شاء الله نستعد للاتحاد الليبي. طبعا انا بطلب من جمهور الاهلي طبعا زي يعني الاجواء اللي احنا لعبنا فيها هناك بجماهيرهم، لعبنا حوالي قدام 60,000. ان شاء الله يبقى استاد القاهره مليانه على الاخر ان شاء الله، لان طبعا الجمهور طبعا بيعمل عمل كبير جدا في اداء اللاعبين. خلي كده عندك في النادي جوه يكلموا الاداره ان يرخصوا التذاكر، خصوصا الدرجه الثالثه تبقى ب5 جنيه عشان الملعب يتملي عن اخره. نعم. بقول يعني كلموا الاداره عندكم يا احمد في النادي يرخصوا تذاكر الدرجه الثالثه بالذات، يخلوها 5 جنيه، وانت احد كباتن الفريق يا احمد. لا طبعا ان شاء الله اكيد هم طبعا حاجه دي طبعا مش هتعدي عليهم، لان طبعا دي مباراه بالنسبه لنا حياه وموت، وطبعا الكل بيتمنى ان الاستاد يكون مليان طبعا. ان شاء الله. مبروك يا ابو حميد. في حضرتك كابتن. مبروك يا حبيبي، الف مبروك. اتفضل يا